عمرك حسيت إنك واقف في نفس المكان ووقتك بيضيع على حاجات مش هتوصلك لأي حاجة زي النوم واللعب والجري ورا المشتتات؟ كنت دايما بحلم، عندي أحلام كتير، بس إيه فايدتها طالما مفيش صبر ولا التزام ولا استمرارية ولا عقلية تنقلني للخطوات الجاية؟ الإجابة كانت واضحة وبسيطة: عقليتي أو المينتاليتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحوت. بص يا صديقي، عقلك أداة رهيبة وقوية جدا، لكنه في نفس الوقت غبي بشكل رهيب. هو بيواجه صعوبة كبيرة إنه يفرق بين الواقع والخيال. يعني إيه الكلام ده بقى؟ لو قعدت كل يوم حتى لمدة 10 دقايق تتخيل حلمك وتفكر فيه بعمق وتسرح بخيالك وتتخيل حياتك لما توصل للعربيات والفلوس وكل حاجة نفسك فيها، عقلك هيبدأ يقتنع مع الوقت. هتبقى مصدق الحلم جدا وهتقتنع بيه جدا لدرجة إنك 0% هتشتغل عليه بدون توقف، وساعتها ده هيخليك توصل ل100% تخيل. إنك لو عرفت تتخيل الحاجة بوضوح وتصدقها من جواك وتشتغل عليها بكل جدية هتوصل. نفس الحكاية لما نيجي نتكلم عن القراءة. أيوة القراءة، أنا عارف إنك ممكن تشوفها رخمة جدا، خصوصا لو عمرك ما فتحت كتاب قبل كده، لكن مهما كانت رخمة هي مفيدة بشكل مش طبيعي. هي واحدة من أكتر الحاجات اللي بتطور العقل وبتغذيه، ودي نقطة لازم نتكلم عليها بالتفصيل في فيديو في المستقبل بإذن الله. وعلى فكرة مش لازم تبدأ بكتاب صعب، يعني اختار رواية خفيفة أو كتاب يعجبك، المهم تبدأ. نيجي بقى لأهم حاجة، اختيار الصحاب. بصراحة لو صحابك ما عندهمش أهداف أو أحلام وكل وقتهم بيضيع في حاجات مش مفيدة، لازم تقلل الخروج معاهم. عارف إن الموضوع أكيد مش سهل، بس حاول، لأن زي ما بيقولوا لو مصاحب 4 فقراء تبقى الخامس، لو مصاحب 4 أغنياء تبقى الغني الخامس. الصحبة بتأثر على كل حاجة، أخلاقك، تصرفاتك، تفكيرك، حتى مستقبلك. فاختار صحابك صح عشان هما اللي هيدعموك. وخليني أقول لك حاجة، دايما بنشوف لعيبة الكرة عندهم مهارة رهيبة، لكن لما تيجي تبص على إنجازاتهم تستغرب جدا. ليه؟ عشان عقلية اللاعب هي الأساس مش مجرد المهارات. دايما بنسمع إن اللعيب ده لو عقليته كانت مختلفة كان زمانه في حتة تانية خالص. وده مش بس في الكورة، ده في الحياة كلها. أي حد ناجح عنده عقلية قوية، عقلية بتخليه يلتزم بحلمه ويشتغل عليه ويبعد عن كل المشتتات. وأهم حاجة الاستمرارية. شوف مثال مثلا زي كريستيانو رونالدو، لسه بيلعب بطولات عالمية زي اليورو وهو عنده 39 سنة، ده عشان عقليته مصممة على النجاح. وواحد مثلا زي محمد صلاح بسبب عقليته وصل للمكان اللي هو فيه. وتعرف ايه كمان يا صديقي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في اكمل صورة وادانا نعم لا تعد ولا تحصى، عقل، جسم، قدرات عظيمة. لو استغليت النعم دي صح واشتغلت على تطوير نفسك هتوصل لاي حاجة نفسك فيها. افتكر دايما انك لو عايز حاجة بجد اكيد هتوصل لها، مفيش حاجة هتمنعك لو عندك إرادة قوية. اشتغل على حلمك وحاول تفتكر الكلام ده في كل لحظة تحس فيها بالكسل. الكلام اللي سمعته دلوقتي ده مش مجرد كلام تحفيزي تعدي عليه وتنساه، خلي كل كلمة منه محفورة في دماغك. وحابب اقول لك في النهاية يا صديقي: finish what you started، اكمل ما بدأت.